الناس من كتر حبها في العربيه دي عملت منها شركه كامله. معايا النهارده دي اس 7 جايه تنافس مع اودي كيو 3 ومرسيدس جي ال اي وبي ام دبليو اكس 1 وارخص منهم بكتير في السعر. ستروين انتجت عربيه سنه 1955 اسمها ستروين دي اس، ومن كتر حب الناس فيها ففي 2009 قالوا هنعمل خط انتاج ليها اسمه الدي اس لاين عشان ينافس الفواخر زي مرسيدس وبي ام دبليو. وفي 2014 دي اس انفصلت عن ستروين وبدات حكايه الفخامه تكبر اكتر لدرجه انها بقت سياره الرئاسه الفرنسيه. ومن كتر ما هي فخمه فحتى الاسماء مختلفه، يعني الفئه اللي معايا دي اسمها اتوال. ابو حميد مش ده عزيزي، ما تهرجش انا بشرح العربيه. دي اس 7 دخلت اختبارات الامان الاوروبيه وخدت 5 نجوم كاملين، وهي بصراحه تستاهلهم لان فيها حاجات تحير زي النايت فيجن اللي بيشوف بالاشعه تحت الحمراء لمسافه 250 متر في الضلمه، ده غير ال6 ارباك وانظمه الاداس والاضاءات الذكيه، وده هينقلنا على الفوانيس. دي اس بيكسل ال اي دي فيجن 3، كل فانوس متقسم لوحدات بتشتغل وتطفي بشكل مستقل وبتوصل الاضاءه قدامك ل 380 متر. عربيه فخمه عن جلد نابا ومساج وتبريد وتسخين وكل حاجه حواليك سوفت تاتش، ده غير الساعه البي ار ام، ولو انت كيف ساعات فهتبقى عارف ان بي ار ام شركه بتصنع ساعات فاخره عالميا. شغاله بموتور 1600 سي سي تربو 215 حصان 300 نيوتن متوصل بفتيس اوتوماتيك من 8 نقلات. الشاسيه ده بيستحمل لحد 400 نيوتن، هي اصلا بتطلع 215 نيوتن، فبالنسبه لها احنا بنهزر يعني. العربيه عليها كاش باك بيوصل سعرها ل 2 مليون 675، ده غير الفئه الاقل اللي ب 2 350. في كلام كتير لسه هنقوله عن العربيه دي بس في الريفيو الكامل، فاتاكد انك متابع محمد الباشا.